اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي، بقالي كتير ما نزلت لكوش فيديوهات. النهارده بقى جايه لكم بالبراونيز، طريقه سهله ولذيذه جدا. دي الوصفه الاصليه للبراونيز، ما فيهاش اي اضافات. معانا 200 جرام زبده، ومعانا 200 جرام دقيق، 200 جرام كاكاو محلى، 200 جرام سكر، 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة طبعا، ومعلقة صغيرة فانيليا. بصوا انا هنا كنت بلمس الزبدة عشان اشوف هي بردت ولا لا، لاني انا كنت مسيحاها. لازم الزبدة تكون سايحة سايلة، ما تبقاش بدرجة حرارة الغرفة، وما تبقاش طالعة من التلاجة. لازم تبقى سايلة زي ما انتوا شفتوا كده، يعني بندوبها وبنسيبها تهدى. نزلت بالثلاث بيضات على الزبدة. بعد كده هنزل بالسكر. 200 جرام سكر لو عايزين نعايرهم بالكوبايه هيطلعوا كوبايه الا ربع زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا انا وزنه كل المقادير ديت وحطيتهم لكم في الكوبايات عشان اوريكم هو بالكوبايه بيبقى قد ايه. 200 جرام كاكاو بالكوبايه هيبقى كوبايه مهرمه زي ما انتوا شايفين كده، عشان الناس اللي ما عندهاش ميزان. زي هي الكوبايه دي، حجم الكوبايه ده كوبايه مهرمه. هننزل بال200. نزلنا طبعا بال200 جرام كاكاو. ده كاكاو محلى اللي انتوا بتفضلوه. عايزين تجيبوا نسكويك وتحطوا منه 200 جرام. عايزين تجيبوا اي نوع كاكاو محلى، المهم ان هو يكون كاكاو محلى مش كاكاو خام. 200 جرام دقيق هيطلعوا الكوبايه ديت مليانه، ومعلقتين كبار دقيق مليانين. انا حطاهم اهو ببوله عشان اقول لكم ان الكميه دي كده 200 جرام. دي للناس اللي عايزه بالكوبايات، المقدار بالكوبايات، مش عشان ما عندهمش ميزان. طبعا بنخلط كل المكونات مع بعض. في الاول سيحنا الزبده وسبناها تهدى، وبعد كده نزلنا عليها بالبيض والفانيليا، دوبناهم مع بعض كويس جدا. بعدين بننزل بالسكر، بندوب السكر كويس جدا لان السكر مش بودر، السكر حبيبات، فبندوبه كويس جدا. بعد كده بننزل بالكاكاو والدقيق بعديه وندوب زي ما انتم شايفين كده، ونجيب صينيه مدهونه زبده، او يفضل تكون صينيه فيها ورق زبده. مع البراونز بالذات تكون صينيه فيها ورق زبده، يعني نحط ورق زبده في القاع وفي الاطراف زي ما انتم شايفين كده عشان البراونز بيلزق. وننزل البراونز فيها، بوزعها زي ما انتم شايفين كده. البراونز من الوصفات السهله جدا جدا ولذيذه جدا فوق ما تتخيلوا. طعم طعامه هيعجبكم قوي. طبعا ده براونز يا جماعه، ما ينفعش نسيب اي حاجه في الاسباتشلا ولا نسيب اي حاجه في المعلقه خالص، لازم ننزل كل الكميه. هناخده ندخله على فرن متسخنه مسبقا 180 درجه على 180 درجه. انتوا ممكن تحطوا المقدار دوت في صينيه اكبر شويه من الصينيه دي. انا دي الصينيه اللي كانت متوفره قدامي فحطيت فيها. انتوا ممكن تحطوا في صينيه اكبر من دي. هيقعد بالظبط انا قعد معايا 22 دقيقه عشان الصينيه ديت صغيره، فالبراونز سميكه شويه. هتحطوا في صينيه اكبر من دي شويه هيقعد معاكم بالظبط 20 دقيقه، ما تطولوش عن ال20 دقيقه. حسيتوا انه لسه ما استواش، هو البراونز ما ينفعش تطلع الشوكة او اي حاجة بنختبره بيها، او الخلة بتاعت الشيش طاووق اللي احنا بنختبر بيها، او بالسكينة، ما ينفعش تطلع نضيفة. لو طلعت نضيفة يبقى كده تحول لكيكة، ما بقاش براونز خالص. لازم تطلع زي ما انا بوريكم كده فيها قطع براونز زي ما انتوا شايفين كده. دي كده مظبوطة، دي كده تمام، دي البراونز دي كده تمام مستوية وتمام. احنا دخلناه على الفرن عشان منساش، متولعه من تحت الشوايه، لا بيقعد 20 دقيقه زي ما قلت لكم. لو حطيته في صينيه اكبر ممكن يقعد اقل، يعني ممكن يقعد 18 دقيقه او 19 دقيقه. انتوا بعد 19 دقيقه او 18 دقيقه تختبروه هو كده مستوي. ما تفتكروش ان هو مش مستوي، لا هو كده مستوي كويس جدا، لان البراونز
بيبقى من جوه طري ومن بره كريسبي خفيف كده، بيطلع طعمه حلو قوي ولذيذ. الوصفة دي الأصلية للبراونيز، ما فيهاش أي إضافات، هتعجبكم جدا وسهلة جدا. كل حاجة فيها سهلة. 200 جرام زبدة، 200 جرام دقيق، 200 جرام سكر، 200 جرام كاكاو محلى، 3 بيضات، معلقة صغيرة فانيليا، وما تنسوش رشة الملح عشان أنا نسيت أحط رشة الملح، انتوا ما تنسوهاش. وإن شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك.